السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة كارثة بكل المقاييس. كارثة من التجار، طبعا مش كلهم، ولكن الموتوسيكل اللي قدامك ده في واحد باعه لأخ محترم، راجل محترم، واد شاب غلبان عايز ياكل عيش على مكنة، راح اشترى الموتوسيكل ده. بص يا سيدي، طبعا لما بنعمل فيديوهات بنعملها تعليمية، ما بنعملهاش عشان تبقى معمولة وخلاص. شوف لو خدت بالك الموتوسيكل مقلوب. يعني ايه مقلوب؟ لو جينا نحط الجنطين قصاد بعض، الجنط اللي ورا فين وده فين، مفارق. طبعا احنا لما خدنا بالنا لقينا الشاسيه نفسه من قدام الموتوسيكل كان عامل حادثه، تمام؟ فتلاقي شوف اهي واضحه جدا، الجنط ده جاي الناحيه دي وده رايح الناحيه التانيه، تمام؟ طيب الحل ايه؟ طبعا ان شاء الله احنا هنحلها له، ولكن قلنا قبل كده وعملنا فيديوهات كيفيه شراء موتوسيكل مستعمل من غير ما تاخد ميكانيكا اصلا، وقلنا 100 مره لو ما بتعرفش في الموتوسيكلات والفيديوهات مش هتجيب معاك نتيجه، خد معاك ميكانيكي. لكن انت تروح لوحدك، يعني والله العظيم الاخ ده الله يبارك في عمره غلبان جدا وراجل طيب ومحترم ومالوش في الموتوسيكلات، هو عايز يسترزق وياكل عيش، يروح يتدبس في موتوسيكل زياده عن ثمنه. انت عارف لو هو فيه عيب مفيش فيها مشكله، بس توضحهولي رقم واحد، اتنين تديني الموتوسيكل بثمنه، يعني هو فيه العيب ده يبقى يسوى كذا، مش تديلي بسعر السليم وهو معيوب. تمام كده؟ طبعا ده كمان في رد على الناس اللي دايما تبعت لي على الواتس صور موتوسيكلات او فيديوهات موتوسيكلات تقول لي يسوى كام. لا، زي ما انت شايف قدامك اهو، ده شكله كده لو انا صورت لك من زاويه معينه العيب مش هيبقى واضح، الموتور شكله جديد، المكنه شكلها حلو، فما تشتريش بالشكل ولا المنظر، لا، ده انت تعمل ايه؟ افحص الموتور زي ما قلت لك. انا عامل لك 5 6 فيديوهات عن البيع والشراء، يعني عندك 3 فيديوهات طرق الغش في بيع وشراء الموتوسيكلات، عندك كيفيه شراء موتوسيكل مستعمل، كيفيه شراء موتوسيكل جديد، ازاي تشتري موتوسيكل لوحدك وتفحص الموتوسيكل، كل حاجه تابعها وراجعها كويس، وبعد كده خد معاك ميكانيكي مفيش فيها مشكله، وافحص كويس. انت راجل هتدفع فلوس، هيدفع دم قلبك فيها، الله اعلم الناس بتجيب الفلوس ازاي. فالموتور، الكاوتش، الفرامل، كل حاجه، واركب المكنه مره واثنين وثلاثه وزود واقرص المكنه، شوف 5 غيارك زي ما انا دايما بقول. لكن حركه زي ديت معلش برضه، يعني مش عايز اقول التجار هم الفجار، لما نبص نلاقي اللي بنعرف نضحك عليه ندوس على رقبته، والواد اللي بنقول عليه ادرج ومش عارف ايه بتاع ما نعرفش نضحك عليه، وهو اللي لا، دايما وضح العيب اللي فيها. ايه المشكله يا باشا؟ الموتوسيكل ده اهو انا طالب فيه 15,000 بس فيه عيب 1 2 3 4. طب غالي يا باشا، والله انا حر. في الحاله ديت ما اقولكش حرام، ليه؟ لان خلاص انا يا باشا انا طالب فيها 100,000 جنيه، انا حر، سلعتي وانا مش محتكر حاجه. لكن ما يبقاش هو يسوى 5 تروح تبيعه ب10 وتخفي العيب. فهمتني؟ بس ده اللي انا بطلبه من اخواتي التجار، اخواتي الميكانيكيه، تمام؟ ان انت وضح عيب المشكله اللي عندك. طب حصل وانت ما تعرفش واتغشيت فيها وواحد تاني، لا، لما يرجع لك والله انا شفت فيها 1 2 3 في الموتور او عيب شرعي زي الشاسيه والكلام ده، تمام؟ طيب تعالى نعدله سوا، نظبطه سوا، نشيله سوا، لان انا اتغشيت زيك. لكن مش يجي لك تقول لي ايه؟ لا والله انا بعت، انا خلاص ما اعرفش. ده كده اسمه غش، ده كده مش ما تعرفش، يبقى انت كنت عارف، صح؟ شوف لو خدت بالك العجلتين مفارقين خالص، يعني لو واحد وقف عدل الجدون هتبص هي باينه واضحه، الجنط نايم واللي قدام نايم. فدي كان مثلا حاجه بسيطه جدا قابلتني، فقلت اوضح لاخواتي وحبايبي ازاي لما تروح تشتري موتوسيكل اسمع الفيديوهات، ازاي تشتري موتوسيكل وازاي تفحص موتوسيكل وطرق الغش في بيع وشراء الموتوسيكلات، ظبط امورك ماشي. وبقول لاخويا التاجر يا باشا والله ما حد واخد منها حاجه، اقسم بالله المليون جنيه ما عادوا هيعملوا حاجه اصلا، ماشي؟ وحتى لو مليون مليار قدام ربنا مش هتاخد حاجه، فمش مستاهله الدنيا، مش مستاهله ان حد يزعل منك او يشتكيك لربنا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.